السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولادي عمالين يزنوا على دماغي، يعني عايزين ناكل حاجة حلوة، عايزين ناكل حلويات. تعالى هاتي فلوس نشتري حلويات، مش عارف ايه. طب الوقت متأخر وفي نفس الوقت مش عايزين نصرف بقى يعني. كفاية المصاريف اللي عمالين نصرفها. معايا لفة جلاش حلوة، عندك لفة جلاش؟ هاتيها وتعالي. تعالى اقولك هتعملي بيها ايه من غير اي مقادير ومكلفات وحاجات وهري كتير. لفة الجلاش، عندك حتة سمنة. يا ست ما عندكيش سمنة بدلها بالزيت، ويلا بدنا نشتغل فيها. وتأكلي ولادك احلى حلويات بالليل او بالنهار. يعني الواحد ساعات بيبقى هافف على ان هو ياكل حاجه مسكره كده، حاجه حلوه كده. المهم واحد نفسه مثلا ياكل حاجه حادقه، زي مثلا كاراتيه بتاع كده، يعني ايا كان بقى. تعالي بقى، كان عندي لفة جلاش كانت في الفريزر، طلعتها فكت، هي حوالي نص كيلو 500 جرام. سيحت كده حتة سمنة، فردتها كلها، بقيت اعوص زي ما انتوا شايفين كده، بعوصها كلها سمنة. وبعدين الفها الفها الفها. بس اللف اللي انا بلفها لها مش دوائر، لا بلفها مبططة، واخدين بالكم. وبعدين برصها بالصينيه بالشكل ده. طبعا هندهن الصينيه عشان انا نسيت ادهنها اصلا. هندهنها حته سمنه كده. السمنه هي اللي بتدي ايه، لون وطعم والجلاش عامه يعني. المهم كده، طبعا هحطها تحت على درجه الحراره. هشغل الاول عليها الفرن من تحت، تاخد لون من تحت. بس خلي بالك وراقبيها كويس جدا، لان هي ما بتاخدش وقت في الفرن خالص. يعني مش هتكمل معاكي 5 دقايق خالص خالص خالص، تمام؟ عشان ما تشعوطش منك وتتحرق، وتلاقي فيها مرة كده في طعم الاكل يعني. بعد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا من تحت، هنرفعها على الشوايه تاخد برضو اللون الذهبي الجميل. كده خلصت. يعني الصينيه خدت يا دوبك 3 لفات. يعني انا باخد ورقتين تقريبا، ورقتين او 3 ورقات، وبلفهم مع بعض. هي المفروض كانت تبقى السمك بتاعها تبقى تخينة اكتر من كده، عشان هي طلعت رقيقة معايا يعني. قطعها بقى بنفس الشكل اللي انت عايزة تقطعيه، بأي طريقة. مثلثات، مستطيل، مربع، ايا كان بقى نفسك انت تقطعها في اي حاجة. وما انا قطعت شوية مثلثات، شوية مستطيل. الشكل يعني قطعت المثلثات ده لان هحشيها. تمام. اقول لكم هحشيها ايه دلوقتي. حطيتها دي طبعا في الفرن، وقلنا نعمل صينية كمان. يعني حسيت ان الصينية دي مش هتكفيني. هعملها بقى مثلثات، اللي هي سمبوكسات، اللي هي هتشوفوها معايا دلوقتي. بس انا تقريبا كده هيفيد معايا جلاش وهعينه. مش هقدر اكمل لان تعبت، يعني كنت عمالة شغالة من بدري وكده. فهعين الجلاش ده لتاني يوم. يعني انا كده بسجل لكم الفيديو تاني يوم، اللي هو اللي انا عملت فيه الجلاش عملته واكلناه يعني الحمد لله. يعني كانت عايزه تاكل حاجه حلوه وكده، عايزين يحلوا، فانا عملت لهم باقي كميه الجلاش بنفس الطريقه، وكان عندي الشربات جاهز. تمام. وقمت شغاله فيه وخلص يعني. ما فيش حاجه منه اتبقت يعني. بس قطعته كله بسوا واحد وكله مربعات، عشان هعمله مثلثات بنفس الطريقه. بصوا هوريها لكم ازاي. بالشكل ده انا هعمل الشكل ده، وهو ده الشكل اللي انا حشيته. تمام. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا اشتركوا في القناه بتاعتي، ودوسوا على زر الجرس، ودوسوا على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم الاشعار. وما تنسوش تعملوا لايك وتشير الفيديو، عشان يكبر بيكم احلى اخوات، وتصلوا على رسول في الكومنتات. ادي الصينيه الاولى. الصينيه التانية تقريبا في الفرن. هنسقيها بالشربات، شربات خفيف برضو. انا عملته لسه سخن سخن، ده سخن وده سخن. يعني خلوها معايا كده مدينها طراوه، يعني الجلاش طري من النص ومقرمش من فوق ومن تحت، يعني طعمه تحفه بجد بجد. ومش مسكره قوي ولا دلع، يعني مظبوط كده. يعني هي طلعت مظبوطه، تمام التمام. هناخد بقى المربعات اللي احنا عاملينه او اللي هي المستطيل ده، هنحطه في الطبق. وهنحشي التاني. كان عندي كده حتة ايه كريمة مستخبية من ايام ما كنت عاملة الجلاش الكنافة. كان عندي حتة كريم جانتيه وكده، كانت باقية مني، فعملتها في كيس في الفريزر. فالعيال مش صابرة ان هي تفك. يا ماما احشيها، يا ماما عايزين ناكل جلاش بالكريمة. والله العظيم قعدت احطها وهي في المتلجة، في اللي فك وفي اللي ما فكش يعني. بقيت احشي اللي هتشوفها دلوقتي معايا في الفيديو. انا هحشي المثلثات دي اهي. بس طعمها تحفة 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 تحفة.
هي بصي يا رقيقة، هي كانت عايزة تتخن شوية اكتر من كده. انا معاكم برضو بنتعلم وبنستفيد برضو، انتوا تستفيدوا منا نستفيد منكم ونتعلم من بعض، تدي لبعض افكار حلوة. حاجة حلوة ومش مكلفة، ما كلفتنيش اي حاجة خالص. عندي ايه، مية والسكر شوية، عملت شوية شربات على نص ليمونة، يعني اكيد الحاجات دي كلها متوفرة في البيت، مش شرط انك تعمليها بالكريمة. إيه، عندك سمنة او زيت ممكن تعمليها وخلص الموضوع، بس مش حكاية يعني. طبعا الكريمة هنا ما كانتش فكت لان هي كانت قطعة متلجة، قلت احشيها لهم بقى وخلاص، هم احرار. دي اول واحدة اتنسفت يعني مع ولادي ما شاء الله يعني. اعملها لولادك وهتعجبهم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو خفيف ولذيذ على قلوبكم. متنسوش في دعوة حلوة وتصلي على رسوله، ومتنسوش في اللايك يا جماعة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.